أنا متأكد لو أنتم عملتوا حتة اللحمة وعملتوا شوربة اللحمة على طريقتي هتدعوا لي في ليلة العيد وكمان يوم العيد. بصوا يا جماعة الشوربة دسمة وحلوة وجميلة، شايفين لونها؟ شايفين حتة اللحمة جوسي كده من جوه وجميلة وزي العسل زيكم كده. كل سنة وأنتم طيبين. تعالوا بقى نعمل حتة لحمة حلوة كده دايبة دوب وكمان جوسي من جوه وماسكة نفسها. أول حاجة طبعا بجيب اللحمة ويكون فيها لازم نسبة دهون، علشان كده حتة اللحمة تبقى حلوة وملبسة زي ما بيقولوا. ببدأ كده أنشفها من أي مية فيها، وقولوا لي أنتم بتغسلوا اللحمة والّا لأ؟ أنا عايز أعرف بقى، هاقول لكم أنا في نُص الفيديو أنا باعمل إيه فيها. بُصّوا بقى حلة على النار بابدأ كده أنزل عليها بالسمنة، ولازم يا جماعة الحلة تكون سخنة جدًا، 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 جدًا. شايفين حطيت اللحمة ما نزّلتش ولا نقطة مَيّة، دي أهم خطوة في اللحمة. أنا عايز اللحمة الأنسجة بتاعتها تقفل على نفسها، علشان من جوّه كده تبقى حلوة ومحتفظة بكل العصارة بتاعتها، وأبدأ بقى أضيف لها شوية إضافات. عندي 3 ورقات من ورق اللورا، 2 كده فص من الحبهان، وكمان عود قرفة كده سيجار أنا مكسّره. ويالّا بقى بينا نحط شوية من الفلفل الأسود، وشوية من ال7 بهارات، رشة بسيطة خالص من البابريكا المدخنة وممكن نستغنى عنها. هابدأ بقى أقلّب اللحمة أنا باغسلها، تمام، باغسلها غسلة كويسة وبعد كده أنشّفها. أنتم بقى بتغسلوها والّا لأ؟ في أبحاث بتقول ما نغسلش اللحمة. بس عايز أشوف خبرتكم يا ستات البيوت ويا رجالة البيوت برضه، الرجالة الإيه اللي بتطبخ. عندي بقى جزراية بابدأ أقطعها نصين، وكمان بصلاية ونص طماطماية كده، ده البوكيه جارنيه بتاعها يعني. هاخد بقى كل الخضار العسل ده وأبدأ كده أحطه في اللحمة، أبدأ كده أكرمل اللحمة وأكرمل الخضار مع اللحمة. أنا عايز كده اللحمة تاخد من الخضار عشان لو فيها أي زفارة تروح خالص. طيب في سر بقى حلو هنا بابدأ أحطه علشان حتة اللحمة تطلع زي العسل وتستوي بسرعة. نُص معلقة صغيرة من السكر، السكر السنترفيشة العادي ده. هابدأ كده أدّي بقى تقليبة وهنلاقي السكر بدأ إيه، بدأ يتكرمل. هابدأ بقى أنزل بالمَيّة، ولازم يا جماعة المَيّة تكون مغلية، لو المَيّة باردة شكرًا اللحمة بتاعتِك هتقعد كتير أوي على النار، وكمان مش هتطلع حتة اللحمة حلوة. شايفين بقى شوية الشوربة، يعني أنا أصلًا لسه حاطط المَيّة، بس إيه بدأت تاخد اللون. بُص الحلاوة والجمال. طب عايز أسألكم سؤال أشوفكم مركزين والّا لأ. أنا قُلت المَيّة اللي إحنا نحطها مَيّة سخنة والّا مَيّة ساقعة؟ يالّا عايز أشوفكم مركّزين والّا لأ. شايفين شكل الشوربة؟ بجد جرّبوا الوصفة دي هتدعوا لي. خلاص بقى واللحمة خلاص داخلة في السِوَى، هابدأ بقى إيه، أحُط معلقة صغيرة من الملح. ما نحُطّش الملح في الأول علشان يعني بيبطّئ شوية عملية السِوَى، تمام، بس عايزين تحطّوه في الأول عادي. بُصّوا بقى اللحمة بعد ما استوت عملت أحلى شوربة، شوربة لحمة. بجد هتدعوا لي ليلة العيد وكمان يوم العيد. كل بقى الناس اللي هتدوق الشوربة بتاعتِك هتقول لِك: "إيه ده، الشوربة دي مختلفة." هتقولوا لها إيه، دي طريقة الشيف أبانوب. روّقوا عليّا عشان أروّق عليكم. يالّا ابعتوا بقى الفيديو بتاعكم ده لأكتر حد بيحب الشوربة في ليلة العيد ويوم العيد، وقولوا لي بقى مين عندكم بيشرب شوربة في ليلة العيد. كان معاكم الشيف أبانوب وعملت حتة لحمة حلوة وشوربة العيد. لو عجبكم الفيديو اعملوا له شير.